موقفي مع عائلة الأطفال الخمسة المصابين بالتوحد. عائلة تسكن في المنطقة الشرقية، لديها 5 أطفال مصابين بالتوحد، ومرض التوحد مكلف من حيث العلاج من حيث الدراسة. وتم التنسيق والتواصل مع والد هذه العائلة، وهو صديق وأعرفه جيدا، لديه رغبة وسعة وحاول أن يمتلك منزلا ولم يستطع، فحاولت جمعية التوحد في المملكة العربية السعودية بتوفير السكن، ونسقوا مع رجل أعمال، ولكن في النهاية لم يتم التوافق على شراء هذا المنزل. اتصل علي والد الأطفال ال5 وهو متضايق جدا مما حصل، لأن كان لديه هدف وكان لديه حلم ولم يتحقق، فلجأ لي واتصل علي وشرح لي الموقف. بعد ما شرح لي الموقف قلت له بإذن الله سنقود لك حملة وننشر حملة بتكاتف وتعاون أهل الخير في الخليج بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة. وتم إعلان وإطلاق هذه الحملة وهذا الموقف سنة 2015 بالمناسبة. خلال أسبوعين تم جمع مبلغ 800 ألف ريال، والرجل خذ قرض من البنك 200 ألف ريال، وأن 1,000,000 ريال سعودي، وتم شراء المنزل للأطفال ال5 من 2015 إلى هذا العام، وهم يسكنون في هذا المنزل وهو ملك لهم. بفضل الله عز وجل تم توفير السكن للأطفال ال5 المصابين بالتوحد.